اهربي بجد، ما تعمليش حاجة زي كده. get ready with me وتعالوا اعرفكم عن نفسي، لان حاسة ان انا بدأت التشانل وانا المفروض كان اول فيديو انزله اقول لكم انا مين وبعمل ايه اصلا ومحتوى القناة بتاعتي ايه. انا اتعاملت مع السان سكرين كأنه الاي كونتور بتاعي اللي انا بستخدمه. انا دلوقتي نازلة وخارجة، ونازلة كمان الصبح، وانا ما بحبش انزل الصبح، بس حسيت ان انا محتاجة اعمل حاجات جديدة. يعني الحاجات اللي انا ما كنتش بعملها زمان ان انا ابدا اعملها دلوقتي. بحس ان انا محتاجة ان انا احط سان سكرين كتير واظبط بشرتي بيه، عشان للاسف ان انا عندي اثار حبوب. لو دي اول مرة تشوفوني فيها فانا خلود. بدأت اعمل كونتنت السنة اللي فاتت، وفعليا بدأت على اليوتيوب السنة دي. حابة اقول لكم ان انا كان نفسي من بدري ابدا اعمل كونتنت بجد بقالي سنين، بس ما كنتش باخد الخطوه دي لان انا كنت بحس نفسي ان انا مش جاهزه ليها، وان انا محتاجه ان انا اتعلم ابقى جاهزه، ابقى واثقه من نفسي الاول عشان خاطر اظهر قدام الكاميرا. تقريبا صوت الكلاب ظهر وانا بتكلم. يعني انا كنت بحط لنفسي زمان بجد حاجه كده زي عوائق، او احط لنفسي تبريرات عشان خاطر بس ما اخدش خطوه ناحيه الحاجه اللي انا عايزه اخدها. اليوتيوب ده كان حلم من احلامي زمان. انا في الاول اخدت درجه غامقه، كان سيبها الهالات والتصبغات، والدرجه التانية بعد كده فاتحه انور بيها. اوكي يا جماعه، انا كنت فاكره لحد دلوقتي ان انا قاعده بصور وانا بحط الميك اب وحطيت كونتور، بس اكتشفت للاسف ان هو ما بيصورش، مش عارفه ليه. انا حطيت بلاش دلوقتي درجه بيبي بينك كده. المهم يعني ان انا كنت مش عارفه اخد خطوه، لان انا كنت خايفه ان الناس تبقى جادج مي، ان هي تقعد تحكم عليا، دي بتتكلم كذا، دي لابسه كذا، دي بتعمل. خصوصا ان انا يعني قبل المرحله دي كنت بقعد اشوف الناس المشهوره والناس بتكتب لها كومنتات وكده، كنت بلاقي بجد في كومنتات سخيفه، فاللي هو ايه ده انا ممكن يحصل معايا نفس الموقف. فكنت بحس لا اهربي بجد، ما تعمليش حاجه زي كده. بجد قعدت كده لحظه مع نفسي، قلت هو انا لحد امتى هفضل حابسه نفسي افكاري اللي انا بجد نفسي اظهرها في فيديوهات عشان خاطر الناس، ان انا خايفه ان حد يحكم عليا. اي نعم بجد اخدت خطوه، بس انا كنت بجد من جوايا مرعوبه، وانا كنت من جوايا خايفه، وفعلا بدات اواجه المخاوف بتاعتي دي بان انا اخد خطوات حتى وانا مش واثقه، وانا مش عارفه اذا كانت هتنجح اصلا ولا هتفشل. مع الوقت بدات ابني ثقتي بنفسي، حسيت ان انا كل مره كنت بوفي بيها بوعد لنفسي كنت بوعده، ثقتي بنفسي بدات تزيد. كل مره كنت بصور فيديو حتى لو ما كانش احسن ولا افضل فيديو، بس حسيت ان انا مع الوقت بكتسب الثقه دي اللي انا اصلا كنت بحاول ابنيها من قبل ما اظهر، فاهمين؟ فحسيت الثقة دي مش بتيجي ما بين يوم وليلة. مهما حاولنا نشتغل ان احنا نبقى واثقين من نفسنا قبل ما نعمل الحاجة اللي احنا عايزينها، موضوع فاشل تماما. بدأت رحلتي ان انا ازاي اهتم بنفسي، ان انا ازاي اروح الجيم، ان انا اتعلم ازاي اصور. كل الحاجات دي ساعدتني بجد ان انا اقوي ثقتي بنفسي. حسيت ان اقدر بجد من خلال الكونتنت اللي بقدمه اساعد الناس ان هما يغيروا حياتهم، يوصلوا لنسخة هما بجد راضيين عنها. في نسخة عايزة اكون عليها بس انا مكنتش عارفة ازاي ابقى عليها، فان انا دلوقتي قاعدة بشتغل على نفسي عشان اوصل للنسخة دي حاجة حلوة قوي، وبجد بقيت سو براود بنفسي ان انا شغالة على نفسي ان انا اوصل لها. فبحس ان في ناس كتير عايزة بجد تحسن حياتها، تغير من حياتها، بس هي مش عارفة تاخد الخطوة ازاي، واقفة في مكانها من كتر ما هي قاعدة بتفكر، بس قاعدة مستنية هي تبقى جاهزة زي كده زمان. الكونتنت اللي هيكون هنا على التشانل مش بس هيكون عن البيوتي اللي هو السكين كير والميك اب وكمان فاشن، بس كمان ازاي الواحد يبدأ يغير ويشتغل على نفسه.
لان بجد دي اهم حاجه الواحد ممكن يعملها في حياته وتخليه يبقى سو براود بنفسه. وكمان ان انا اشارككم اللايف ستايل بتاعي اللي انا بعمله في يومي، ازاي بحاول اطور واشتغل على البيزنس بتاعي. خصوصا ان انا بجد يا جماعه انا طموحي قاتل، على راي هادية غالب. انا بجد عندي طموح كبير، وحاسه ان الطموح ده عايز ان انا اشتغل عليه كل يوم. اوقات ببقى من جوايا في جزء كده مستعجل ان هو يحقق الطموح ده، بس بقول نفسي واحده واحده واكيد هوصل. بس سيكا ان انا نسيت ان انا احط اي شادو، فانا محتاجه ان انا احط دلوقتي اي شادو. هاخد درجه بني فاتحه واحطها في عيني كده. المهم ان التشانل بجد هتفيد اي بنت حابه تبدا رحلتها ان هي ازاي تعمل جلو اب في حياتها، ان هي تغير من شكلها وتغير من نفسها وشخصيتها تبقى قويه واثقه من نفسها. لان انا في فتره ما في حياتي، لا هي فتره كبيره بجد، انا ما كنتش راضيه فيها عن شخصيتي، ما كنتش راضيه فيها عن حياتي عامه. ما كانش عندي حته الرضا دي، اللي هو انا شكل حياتي مش عاجبني، اللايف ستايل بتاع حياتي القديم ده مش عاجبني، فلو انا عايزه اغيره. مش عاجبني ان انا بجد حاسه ان انا ضعيفه من جوايا. انا حطيت كحل في عيني، ودلوقتي جه دور المسكره اللي بتطلع عيني. المسكره دي تحفه بس هي بتطلع عيني عشان امسحها، فمش عارفه احطها ولا بلاش اخد بتاعت لانكوم. المهم ان انا بحس ان احنا كبنات عامه في مراحل في حياتنا كده ما بنكونش عارفين نتصرف فيها. مرحله بتاعه المراهقه غير مرحله الكليه، غير ما بعد الكليه. بالمناسبه احب اقول لكم ان انا مخلصه دراسه بقالي فتره كويسه يعني، لحسن تفتكروا بس ان انا لسه بدرس، عشان انا بعاني من مشكله ان الناس مش مقتنعه ان انا مخلصه دراسه. بحس انا محتاجه اركز قوي وانا بحط الماسكارا، متعرفوش ليه؟ عشان في مره كانت الماسكارا دي دخلت جوه عيني، كمان بعملها بضمير، فاهمين؟ حاسه كده ان انا خلصت ميك اب، بس في خطوه واحده بس، هو والحاجه اللي انا بجد بحبها قوي البرونزر. هاخد برونزر بتاع هولا وهحطه بتاع بنفيت. اوكي هعمل كده كده. الجيت ريدي ويز مي بتاعنا خلص، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. وبجد من قلبي عايزه اقول لكم اي حد سواء بنت او ولد حابين يشتغلوا نفسهم ويطوروا من نفسهم، ما تيأسوش يا جماعه، لان في امل. طول ما احنا عايشين في الحياه دي وبنتنفس في امل ان احنا نتغير، نوصل للحاجات اللي احنا عايزينها نحققها. مهما كنتوا شايفين الحاجه دي صعبه او ان هي بعيده عنكم، الموضوع بس عباره عن ان انتوا محتاجين تدوا لنفسكم شويه وقت وتغيروا افكاركم وصورتكم عن نفسكم. واحب اسمع منكم ايه اكتر حاجه نفسكم تغيروها في حياتكم وتقولوا لي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتم مهتمين ازاي بجد تعملوا جلو اب في حياتكم، في الشكل وكمان في الشخصيه.